لو انت فاكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عامل حفلة عشان المتحف المصري الجديد تبقى غلطان. أنا رقم واحد في كوكب الأرض. اللي حصل في المتحف المصري الكبير مش مجرد احتفال، دي كانت خطة تسويق عالمية لمصر كلها. تخيل معايا مليارات البشر على كوكب الأرض بيتفرجوا على مصر في نفس اللحظة، شايفين حضارتها وملوكها وأهراماتها ومتحفها الجديد اللي هيكون أعظم متحف في العالم. الحدث ده مش موجه للمصريين، ده معمول للعالم كله. آلاف القنوات الفضائية ووكالات الأنباء الكبرى حتى رؤساء دول العالم كلهم بينقلوا اللحظة لايف. مشهد عالمي مش بيتكرر إلا مرة واحدة في التاريخ. الموضوع مش مجرد شو أو إن الرئيس بيحتفل، لا ده مشروع وطني مدروس هدفه إنه العالم كله يسلط الضوء على مصر من تاني. بدل ما نصرف مليارات على حملات إعلانية، مصر قدمت عرض يخلي العالم كله يروج لها ببلاش. والهدف الحقيقي يا سيد الفاضل إننا نوصل ل 50 مليون سايح في السنة بدل 10 أو 15 مليون. أنت متخيل الرقم ده يعني إيه؟ يعني توفير وظائف، يعني تقليل بطالة، يعني فلوس، يعني استقرار، يعني حياة أحسن لكل مصري، يعني بلدنا ترجع تبقى مقصد للناس من كل مكان زي زمان وأكتر. بس النجاح مش هيكمل من غيرنا. لو فعلا بنحب مصر لازم نعرف ازاي نتعامل مع السياح باحترام، خليهم يحسوا بالأمان وبالنظافة وبالترحاب. السايح اللي بيجي بلدك مش زائر عادي، ده بيجي بعملة صعبة وبيخرج من طباع بيكمل عمره كله عن مصر. ومهما كانت مصر وكل خطوة بنصر، احترم بلدك، احترم تراثها، خلي شوارعها نظيفة، ما ترميش زبالة، ما تخربش أثر عمره 7000 سنة. بلدك أمانة في رقبتك، ومصر تستحق إنك تشيلها في عينيك. واوعى تنسى تعمل لي فولو عشان تعرف مني حاجة عن كل حاجة. وطبعا ما تنساش إنك مصري وعظيم في نظر نفسك. تحيا مصر.